اخواني واخواتي اهل الكويت الكرام، انا اخوكم فواز خاديوس المرزوق. اعلن عن اطلاق مبادره شعبيه بعنوان الكويت تستاهل، وساهم لها شخصيا بمبلغ 10 ملايين دولار امريكي. نبي فزعه منكم يا اهل الكويت، ترى الكويت تستاهل. يعني الكويت بلد الله سبحانه وتعالى اعطاها اكثر من غيرها ولله الحمد، ولكن الكويت تبي تشوف اثر عيالها، تشوف مرجله عيالها في هذا الوقت، في الوقت اللي بعض الشركات للاسف بدل لا يكونون يعني تظهر معادنهم الرفيعه، ظهرت معادنهم الوضيعه، وجو يتفاوضون مع يعني السلطه من خلال كتب، وبدأوا يبتزون ويقولون حنا ندير لكم القضيه الغذائيه والقضيه كذا، وعطونا المليارات. اليوم اصلا عيب انك تقول انا بكذا وكذا وكذا. اليوم يكفيك انك انت تتقدم ونشوف مرجلتك، ما راح تبخل عليك الدوله، ما راح تبخل عليك الدوله. لكن انت في هذه اللحظه يعني كما نقول حنا تجار الازمات. ترى هذول تجار الازمات هم اسوأ بشر في التاريخ. في مقابل هذه الامثله اللي قد تكون سيئه، اليوم عندنا مثال اخوي خالد من اجمل واروع الامثله، الا وهو في قضيه الشرفاء وفي قضيه رجال الكويت. الاخ فواز خالد المرزوق، والنعم، هو اللي علق الجرس، هو اللي طق الباب اول واحد، هو اللي اتعب من بعده. اليوم اخونا فواز دقهم سلف، اخونا فواز علق الجرس، اخونا فواز وقف وقال يلا يا جماعه كلكم سووا مثلي. ليش ارجل لواحد؟ لان التبرع والمال، ترى المال ما بخله، نقول مساهمه. لا اخوي خالد، ترى المال يقولون المال عديل الروح. نعم، وكل واحد يقدر يطلع الفلوس. نعم، دليل الرجوله لما انت تطلع اعز ما تملك. نعم، تساهم فيه. عديل الروح، المال عديل الروح، وليس الله سبحانه وتعالى يقول المال والبنون، قبل البنون نعم زينة الحياة الدنيا، وليس بمبلغ قليل. ولذلك قام الرجل قبل. ليش اقول انا ارجل؟ لان هذه رجوله. لما اقول اصدق، ليش اقول اصدق واحد؟ صدق فيها. لما اقول اصدق واحد لان لم يكن احد قبله تقول احرجه ووهقه وافتشل، قال ها خل اروح اسوي مثل غيري. لا، ما كان احد سابقه، كان ممكن يقول والله شكو انا دوله غنيه. لا ابدا، هو اللي علق الجرس. فلما اقول انا اصدق وارجل واكرم، ليش اكرم؟ ترى الرجل للحظه اكثر رجل تبرع في الكويت على كل الكويت. هذا الموقف من الاخ فواز خالد المرزوق مو غريب عليك، انت ولد خالد رحمه الله عليه، والناس تعرف منه خالد المرزوق، مو غريبه عليكم يا المرازيق، ولا غريبه على اهل الكويت وعلى الرجال حقيقه اللي يرفعوا الراس. لذلك انا اقول اوجه لك ولكل شريف ولكل شرفاء الكويت اوجه لهم الف تحيه.